السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. رجعت معكم فيديو جديد كما سبق لي قلت لكم، راني غادي نهضر على الخاتم ديال الالماس. غادي نهضروا على الخاتم ديال الالماس اللي هدا الزوج، يعني صاحب القناة المليونية للزوجة ديالو. هكا توضيح فقط. فهاديك الزوجة اللي كتخدم اشهر كامل ديال رمضان وهي مسكينه مبنده وفهمتي وكتبان وكبانوا المفاتن ديالها والكرش ديالها والاعراض ديالها وكل شيء، راه تستاهل اكثر من ديك الخاتم. 1,5 مليون ديال الخاتم ديال الالماس من نظركم. هاد صاحب القناه المليونيه، ونكونوا شويه منطقيين وفهمتي ونهضروا بعقلانيه. انا هنا كنوضح غير بعض الكلاب النباحه اللي كينبحوا، كلاب النباحه اللي كيقول لك واو واو واو. نهضروا بعقلانيه ونهضروا بالمنطق. 1,5 مليون في نظركم واش هذيك السيده يعني كتستاهل غير 1,5 مليون؟ داكشي اللي كتضرب والاعراض ديالها وكل شيء، القناه طالعه على ودها هي، لان كلنا فلانه وكلنا فلانه والعبوديه وزيد وزيد. واش كتستاهل في نظركم غير 1,5 مليون؟ لا، انا في نظري تستاهل كتر وكتر، لان القناه طالعه بها هي، وهي اللي طلعت القناه ديالها وبالاعراض ديالها، والناس عندها محبين كتار كتار كتار. وهادشي راه باين وواضح، وضوح الشمس. اذا 1,5 مليون، شنو هي 1,5 مليون؟ شحال كيدخلها صاحب القناه المليونيه في الشهر باش يعطي الهديه الزوجه ديالو في النفاس؟ 1,5 مليون. 1,5 مليون اخوتي العزاز، يعني في الخاتم انا بالنسبه لي لا شيء، يعني كقيمه، يعني نديك المشاهده وديك الشيء، انا بالنسبه لي لا شيء بكل صراحه. 1,5 مليون. السيده اللي عندها مثلا 2 بغاسليات، كتعرفوا دابا الذهب شحال داير 500 درهم ولا اكثر للغرام، ان كل شهر وشحال الذهب كيطيح ولا كيطلع. يعني 2 بغاسليات الا كان فيهم غير 11 غرام، يعني 7,000 درهم. 7,000 درهم للبغاسلي. والحمد لله المراه راه كدير الذهب، ولو ما يكونش عندها كديرو بالتقسيط، واخا تعطي غير واحد القدر مالي كل شهر حتى دير الذهب. ولله الحمد، كاين بزاف ديال النساء اللي دايرين الذهب، واللهم لك الحمد. يعني كاين العيالات اللي كيعرفوا يقتصدوا ويوفروا من السخره باش يشريو الذهب حتى لدواير الزمان، ماشي للزينه. كاين اللي كيبغيه للزينه، وكاين اللي كيبغيه لدواير الزمان. كتقول لك نخبي فيه فلوسي الا قدر الله مثلا وقع شي افات، ولا راجل خرج من الخدمه، ولا بغات تقري وليداتها، المهم كتلقى الذهب. هادشي اللي كاين. 2 بغاسليات 7,000 درهم للواحد ولا 8,000 درهم، غادي تشري خويتهم حتى هي وتبان به. يعني هنا باش تعرفوا بان الدياموند يعني فيه انواع، واي وحده دابا في استطاعتها تشري خاتم. كاين الخاتم اللي كيبدا من 4,000 درهم. 4,000 درهم تقدر تشري بها خاتم ديال الديامون ولا ديال الالماس. يعني 4,000 درهم، ابتداء من 4,000 درهم تقدر تشري خاتم ديال الالماس. ولكن هو فيه انواع كذلك، هو فيه انواع، لان كاين الالماس اللي غالي وغالي بزاف، بحال هذاك الالماس ديال في في سي، يعني في في اس عفوا، اللي غالي. كل واحد باش كيتقاس، يعني بحال كنقولوا حنايا مثلا الذهب ديال 18 كارا، كاين اللي 21 كارا، وحنا ما عندناش في المغرب 21 كارا، غير اللي كيجيبوهم من برا. كذلك الالماس على حسب النوع ديال الالماس، يعني ديك الحجر واش يعني كيلمع بزاف ولا شويه، وفيه الوان، فيه الاصفر وفيه اللي ترونسبارون وفيه الغوز وفيه الاورانج، فيه بزاف ديال الالوان. هنا كل وحده والثمن ديالها، وعلى حسب اللمعان ديالها، وعلى حسب حتى التقطيع ديال الالماسه كيفاش داير، واش مقطع على شكل قلب ولا كاري ولا يعني كل وحده وكيفاش داير، كل وحده والثمن ديالها. لان كاينه الالماس اللي كيوصل، حنا لما كنهضروا مثلا للغرام، كاين اللي كتوصل حتى ل 20 مليون، كاينه اللي كتوصل حتى ل 50 مليون للغرام. سمعتي؟ حتى ل 50 مليون للغرام. يعني هنا باش تعرفوا الفرق، بان الحمد لله دابا اي امراه تقدر دير خاتم الالماس في يدها، الا وفرت طبعا، وكان عندها الذهب وبغات دير خاتم يعني ومتشوقه ديرو، راه تقدر دير خاتم الالماس بلا ما يضحكوا عليكم هاد الناس. هذا غير كتوضيح للقطيع اللي غير تابعين وحالين فمهم ها. انا كنهضر على نفسي، هادشي ما كينغمنيش، والانسان الا بغى يديرها بعراقه. وهذيك الالماس راه دايره غير على ظهر الكوانب،
الالماس اللي دار لمرتو الخاتم راه دار على ظهر الكوانب اللي حالين فمهم ومضبعين بحال جاتهم الالماس، يعني خاتم ديال الالماس شي حاجه، يعني بحال دار واحد الانجاز كبير وجاب لك كادو ديال خاتم ديال الالماس وداركم فيها 2 حلقات. هديه جابها الزوجه ديالو، جاب داركم فيها 2 حلقات، غير باش تفهموا هنايا وتفهموا قله الوعي ديالكم، قله الوعي. خاتم باش يجيب الهديه لمرتو داركم فيها 2 حلقات، دخل على داركم اموال طائله وانتم مضبعين وحلين فمكم. سمعتوني؟ مضبعين وحلين فمكم. وشوفوا سيدكم انتوما، سيدكم انتوما، وحنا سيدنا هو رسول الله عليه الصلاه والسلام. انا بعدك عن نفسي ما سيدي حتى شي واحد، سيدي هو رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذاك توضيح اخوتي العزاز على الناس اللي كيقول لك الخاتم ديال الالماس وهذه. المهم احنا وضحنا، وهذاك الخاتم ديال الالماس كيديروا على اظهار الكوانب، بغيتو ولا كرهتو، بكل صراحه على ظهر الكوانب، لان ما شفنا السيد خدام، ما هو مهندس، ما هو تاجر، ما كيخدم، ناعس تيتينيني، كيبات فايق ويقيل ناعس ويلوح لكم فيديو وانتم تفرجوا فيه وانتم مضبعين فيه، وهو كيدير الالماس ويدير كلشي على ظهركم، والطوموبيلات والرونج هادشي كامل على ظهركم. العكس ديال محمد كنشوفوه خدام بعراقو، داير الزرع ديالو، داير الفلاحه ديالو، داير الخير كامل. يعني هاد السيد حتى الا جابا كيجيبها بالدراع ديالو، فهمتي؟ هذا هو العز، والا فلا. ماشي الانسان اللي بين المفاتن ديال الزوجه ديالو والاعراض ديال الزوجه ديالو ويقول لك العز. ما هنا عز، هذه الشوهه والدل اللي دل بالجباله، الشوهه والدل اللي دل بالجباله. لان باش نجيو نبانو على عباد الله راه ساهله باش نبانو. كاين الناس اللي عندهم اموال راه يغرقوك بالفلوس وبالمال وبالهادي، ولكن ساترين ديك الشيء احتراما للناس الدراوش، كنحترموا الناس الدراوش. كاين بعض الناس مساكين في هذا الوقت الحالي اللي انت داير بوم بالخاتم ديال الالماس ودايرين النباحه ديالك بوم، كاين اللي ما لاقيش حتى فلوس باش يعيد، ما لاقيش حتى فلوس الحولي كيمشي يدير كريدي ويسلف ويمشي للفقراء ويمشي يدير كريدي باش يجيب الحولي باش يعيد وليداتو ويفرحهم. هنا باش تفهموا هذه القضيه هذه، راه بامكان اي واحد بامكانه اللي ميسر الحال يمشي يدير هذه المفاجاه ويبين الناس، ولكن لا، احتراما للمشاعر ديال الناس، احتراما للناس. جيب الهديه للزوجه ديالك وستره وشغلك هذاك، الله يجعلك ما تجيب له حتى طياره خاصه. شتي طياره خاصه وجيبها لها وحطها لها تما في مطار بني حمد، الا كان عندكم شي مطار تما في بني حمد، وحطها لها وبينك وبينها الله يسهل عليكم. حنا انا عن نفسي ما كيهمنيش وما كيهمنيش هادشي وما كيحركش فيه شعره، لا غير كتوضيح للناس اللي سبحان الله اللي في راسهم العجينه. جيب لي شي واحد اللي عنده شي شهاده عليا، جيب لي شي واحد اللي مثقف وواصل، جيب لي شي واحد اللي كيدير الخير من ماله الخاص، سمعوني، كيدير الخير من ماله الخاص. جيب لي شي واحد اللي كيحفر الابار وكيعتق الناس في هذا الوقت الحار شديد الحراره. هذه اللي تجيني، نقدر تجيني منه الغيره، نغير منه نقول سعدات وما كرهتش نكون بحاله. اما باش يجيب له خاتم والسيد متع مرتو وجاب له خاتم وطلع على ظهركم فلوس وانتم حلم فمكم وجالسين شوفوا سيدكم وشوفي يا امريكان وشوفي يا حمو وحمو راه جاب له شوف سيدك جاب له الخاتم وانت يدايا مرتك تصيف وتضرب تماره. اييه، المراه هي اللي كتوقف مع راجلها في السراء والضراء، كتوقف معاه في الشده وكتجيب فلوس، يعني بعراقه والحلال يا رسول الله، ماشي بالنصب والاحتيال. سمعتوني؟ ماشي بالنصب والاحتيال. غادي نرجعوا على الشوهه اللي سبقنا هضرنا عليها، شكون اللي كيفضحهم. راه شفتوا ديك صاحب اللايف اللي حط الفيديو ديال صاحب القناه المليونيه اللي داروا بريفي هنا باش تعرفوا بانه هو يعني ديك الشيء، يعني متعمد باش يفضح ديك العائله، يعني متعمد باش يفضح ديك العائله. فحط الفيديو ديالو كيفاش كان كيعاير في الاخ ديالو وكيقول الاجهاض وسير وسير وسير، هادشي كامل وباين. وراه غادي نقول لكم النهايه غادي تكون صعيبه وصعيبه بزاف، لان الكل باغي يطلع القناه ديالو، الكل باغي يدير البوز، كل شيء باغي يوصل يعني يطلع قناته يوصل ل 100 كا ولا الله اعلم. المهم خاصها توصل باي طريقه
ولكن باش غادي يوصلوها خصهم يفضحوا صاحب القناه المليونيه، لان هذا غير بحال كيبتزوه. يعني ها حنا راه عندنا فيديوهات ديالك مطيليشارجين، راه واخا انت دايرهم بريفي حنا راه مخبيينهم، سمعتوني؟ واخا انت مخبيهم يعني ودايرهم بريفي راه هما عادنا، يعني غدا ولا بعدو غادي نحطوا لك. وهنا راه ضرب عصفورين بحجر واحد، في نفس الوقت كيشهروا به ويبينوا الحقيقه ديال صاحب القناه المليونيه، شكون هو وشنو قال على ديك العائله وشنو قال على اليزيد وعلى العم اليزيد وعلى راضيه. وفي نفس الوقت كيطلعوا المشاهده للتذكير فقط يا خوتي العزاز، للتذكير فقط. المهم اخوتي العزاز حتى لهنا غادي نقول لكم تهلاو لي فراسكم، ما تنسونيش كما العاده من لي لايك والبارطاج مع الاهل والاحباب من اجل الدفاع على الحق والنصر المظلوم ونبينوا الظالم على الحقيقه ديالو. حتى لهنا غادي نقول لكم تهلاو لي فراسكم، مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.